بسم الله الرحمن الرحيم. خير الكلام ما قل وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد بن عبد الله. أما بعد، النهاردة بأمر الله موعدنا مع مراجعة الميد في مادة الكالكلاس. تمام. فإن شاء الله النهاردة هنحل شوية أسئلة. فهنحل على حل المتباينة، إيجاد الدومين، إيجاد الرينج، معلش، تزايد وتناقص الدالة، الإيفن والأود لا فردية أم زوجية، تركيب الدوال، ايجاد الليميت للما لا نهايه، ودي يعني تبقى 3 مسائل فقط لا غير وهحفظهم لك، والليميت عند اكس يساوي ار. تمام. وعايزك قبل ما تبدا ما تنساش تصلي على خير الانام سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. يلا بينا. اول موضوع هنتكلم عليه النهارده ان شاء الله حل المتباينه. هنبدا بسؤال رقم 1. بيقول لك مثلا مقياس الاكس اصغر من او يساوي 3. سولف. حل. هنحل السؤال ده ازاي؟ هننزل المقياس، هننزل الاكس من غير المقياس، اصغر من او تساوي 3، وننزل الاكس سالب اكس اصغر من او تساوي 3 برضو. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا اي عدد معايا جوه المقياس بيطلع معايا بالموجب، فلو كان موجود جوه سالب 3 بيطلع لي بره 3، لو كان جوه سالب او موجب بيطلع بره بالموجب. تمام. طب يعني الاكس ممكن تكون سالب اكس اكبر اصغر من او تساوي 3، وممكن تكون اكس اصغر من او تساوي 3. طيب تمام. يعني هنا الاكس اصغر من او تساوي 3، يعني من عند التلاتة مقفولة بتمشي كده 3. وهنا سالب اكس اصغر من او تساوي 3، يعني الاكس هنضرب في سالب عشان نطير الاشاره، هيبقى اكس هنغير الاشاره طبعا، هنغير العلامه عشان الاكس ضربنا في سالب، يبقى اكس اكبر من او تساوي سالب 3. نحط هنا سالب 3، نعمل كده اكس مالها اكبر. يعني كده مجموعه الحل بتاعتنا اكس تنتمي للفتره او تتقاطع في الفتره ايه من سالب 3 ل 3، يعني مجموعه الحل بتاعتنا من سالب 3 لحد 3. طب تمام، انا عايز احل دي في خطوه واحده. هننزل اكس زي ما هي، ودي بتقول لك اصغر من او تساوي 3، ده عندي مقياس، يبقى هنا كاتبين اكبر من او تساوي سالب 3 على طول، وحل سؤالك من غير اي حاجه. تمام تمام. السؤال اللي بعد كده هنقول مثلا 4 اكس زائد 3 اصغر من صفر. تمام تمام. عايزين الاكس في طرف لوحدها، هنودي التلاتة الجنب التاني بعكس الإشارة، المجموع يروح مطروح، يبقى الأربعة إكس أصغر من الكام؟ التلاتة سالب 3. عايزين الإكس في طرف لوحدها، هنودي الأربعة مقسومة، المضروب يروح الجنب التاني مقسوم، يبقى الإكس أصغر من سالب 3 على الأربعة. هنحط خط الأعداد بتاعنا من أول سالب 3 على الأربعة. تمام تمام. بيقول لك هنا إكس أكبر ولا أصغر؟ أصغر، يعني هتمشي ناحية السالب، سالب ما لا نهاية. تمام تمام. مجموعة الحل من سالب ما لا نهاية لحد سالب 3 على 4. ده سؤال رقم 2. كل الأسئلة في حل المتباينات بتبقى على هذه الطريقة، ومفيش فيها أي حاجة صعبة. يعني بيجيب لك متباينة ويقول لك حلها، بتخلي الإكس في طرف لوحديها وتحل. بس كده، مفيش أفكار تانية في المتباينات، يا اختلاف المسائل فقط لا غير، وسؤال مضمون في الامتحان وسهل جدا، وسهل إنك تاخد الدرجة بتاعته. نخش بعد كده على الدومين. طبعا كلنا بنعرف نجيب الدومين ازاي، بس هنحل مثال واتنين عشان نثبت المعلومة. هنحل السؤال ده ازاي؟ هنقول اكس تربيع، هنا بالسالب هنا في 4، هناخد اللي تحت الجذر عادي جدا، وهنكتب اكبر من او يساوي صفر. تمام، كلنا متفقين على كده. هنودي الاربعه الجنب التاني بعكس الاشاره، هنقول سالب اكس تربيع اكبر من او يساوي سالب 4. هنضرب كل ده في سالب وهنغير دي عشان ايه؟ عشان ضربنا في سالب، يبقى اكس تربيع اصغر من او تساوي الاربعة. عايز اعرف مجموعة الحل ايه؟ يبقى الاكس تنحصر، هناخد الجذر الاتنين، يبقى الاكس مقياس الاكس اصغر من او يساوي الاتنين، يبقى الاكس اصغر من او تساوي الاتنين واكبر من او تساوي سالب 2. تمام تمام. يعني الدومين بتاعي من اول فين لحد فين؟ من عند السالب 2 مغلقة. الدومين ينتمي
إلى الفترة من سالب 2 لحد كام؟ 2 مغلقة الطرفين. أعرف إزاي أنا حل صح ولا غلط؟ أروح أعوض في المعادلة بالأرقام اللي موجودة معايا جوه. لو طلع رقم صحيح تمام، طلع معايا رقم غير صحيح يبقى ما ينفعش والحل بتاعي غلط. يعني مثلا لو عطاني ماس ايرور يبقى السؤال بتاعي كده حليت فيه حاجة غلط. طيب طلع معايا ارقام صحيحة، عوض بحاجة بره القيمة بتاعتك دي، مثلا بسالب 3. لو طلع رقم صحيح يبقى انت حلك غلط، لو طلع رقم غير صحيح يبقى انت حلك صح. ده عشان تتأكد من حلك. او ممكن ما تعملش كده. وفي طريقة تاني ممكن نحل بيها السؤال ده، يعني ايه؟ اهبد ومشي حالك بسرعة عشان وقت الامتحان. هنقول 4 ناقص اكس تربيع. احل السؤال ده ازاي؟ هنجيب الدومين ازاي؟ هنا في 4 وهنا في سالب اكس تربيع. لما يكون في اكس تربيع تحت الجذر عايزين نجيب لها الدومين، بيبقى من، وخلي بالك الاكس تربيع مضروبه في سالب، الاكس تربيع مضروبه في سالب، بناخد جذر الاول. الدومين بيبقى جذر الاول 2 بالموجب وبالسالب. ده الدومين بتاعنا. لما يكون عندك تحت الجذر التربيعي اكس تربيع والدومين بيبقى من سالب سالب جذر الرقم وموجب جذر الرقم. يعني هنا عندك الاربعه الجذر بتاعها كام؟ 2، هنكتب سالب 2 وموجب 2. ده لما يكون عندك الاكس تربيع تحت الجذر ويكون سالبه. طب لو انا عندي السؤال كان جاي لي كده اكس تربيع ناقص الاربعه، الكلام اللي انا بقوله لك ده عشان تحل السؤال في اسرع وقت ممكن لو انت مش معاك وقت في الامتحان. لو انا جاي لي الجذر كده احله ازاي؟ هنكتب احنا فوق هنا الدومين بتاعنا طلع من كام؟ طلع من سالب 2 لحد كام؟ 2. الدومين بتاعنا هنا هيطلع ار كلها ما عدا الفترة دي سالب 2 لحد 2 ولكن مفتوحة. تمام تمام. قاعدة حطها في دماغك واهبط بيها على طول. لو جالك تحت الجذر التربيعي اكس تربيع، الدومين هيبقى ايه؟ لو بالموجب هيبقى ار فرق جذر الرقم اللي جنبيه مرة بالموجب ومرة بالسالب. لو الاكس تربيع سالبة هناخد الرقم اللي جنبيه بالموجب وبالسالب فقط لا غير. تمام تمام. سؤال كمان. f of x بتساوي كام؟ بتساوي الجذر التربيعي ل3 ناقص x. نفس الكلام هنقول يا عم عشان تتأكد من ده، هنقول ايه؟ 3 ناقص x. ما ينفعش نقول الطريقة اللي عدت، ليه بقى؟ لأن أنا عندنا الاكس أس 1 أكبر من أو تساوي صفر. السؤال أصلا مش مستاهل. يبقى السالب x أكبر من أو تساوي سالب 3، يبقى الاكس أصغر من التلاتة. يبقى الدومين بتاعي من أول يعني الاكس أهي أدي التلاتة، من أول سالب ما لا نهاية. الدومين ينتمي للفترة من سالب ما لا نهاية لحد كام؟ التلاتة مغلقة. تمام تمام. طيب انا لو عايز اجيب الرينج للدالة دي اعمل ايه؟ سهل جدا. احنا هنا قلنا ايه؟ قلنا اكس سالب اكس اكبر من سالب 3. تمام. اجيب الرينج ازاي؟ عايزين نوصل دي لدي. اعمل ايه؟ مضروبة في سالب مضروبة في سالب. ازود 3 هنا وازود 3 هنا، هيطلع معايا كام؟ 3 ناقص اكس اكبر من صفر. باقي معايا إيه عشان تبقى زي اللي فوق؟ باقي معايا اخد الجذر واخد هنا الجذر، هيبقى معايا جذر 3 ناقص اكس اكبر من او اكبر من كام؟ هنا في يساوي هنا في يساوي هنا في يساوي معلش صفر. يعني الرينج بتاعي بينحصر من فين لفين؟ بينحصر من صفر لموجب ما لا نهاية. طيب ما لهاش بداية يا باشمهندس؟ ليها بداية.
يعني انا لو عندي الجذر التربيعي مفيش ارقام مضروب فيها، مفيش ارقام مضروب فيها، هنا مفيش حاجة، اكس ناقص اي حاجة هنا، اي سؤال هيبقى هنا الجذر بره مش مضروب في حاجة، والاكس بموجب الدومين بتاعك من غير ما تفكر من صفر الرينج، معلش، الرينج من صفر لحد موجب ما لا نهاية، الرينج من فين؟ من صفر لحد موجب ما لا نهاية. طب لو انا الجذر بتاعي مضروب في سالب، يبقى الرينج من سالب ما لا نهاية لحد صفر. دي قواعد مجربة مطبقة وعن تجربة، يعني من غير ما تفكر. لو انا مش معايا وقت في الامتحان احل السؤال ده ازاي، او معرفش احل السؤال، فكر. لو لقيت جذر تربيعي مضروب في سالب ومفيش ارقام مضروبة فيه من بره، يبقى الرينج من سالب من لحد صفر. طب لو لقيت الجذر التربيعي مفيش جنبيه لا سالب ولا اي حاجة، يبقى الرينج من صفر لحد موجب ما لا نهاية. تمام. سؤال تاني على الرينج، هنقول f of x، f of x تساوي 1/x أس 3 ناقص 2. احل السؤال ده ازاي؟ طب انا يا باشمهندس مش بعرف اجيب الرينج بالطريقه اللي حضرتك شرحتها دلوقتي. سهل جدا. هنجيبها ازاي؟ بالانفرس. ايه هو الانفرس؟ الانفرس ده اللي هو المعكوس. هنشيل الاف اكس والمعكوس شرحناه بالتفصيل، والرينج شرحناه برضو بالتفصيل في الفيديو اللي قبل كده، ادخل على القناه هتلاقي الفيديو عندك. هنقول اف اوف اكس هنشيلها ونحط واي تساوي 1/x أس 3 ناقص 2، وبعدين اضرب مقصين، هنقول هيساوي واي x أس 3 ناقص 2 واي. الكلام ده بيساوي كام؟ بيساوي 1. تمام. عايز الاكس تبقى لوحدها، هناخد الواي عامل مشترك، يبقى الاكس أس 3 ناقص 2، الكلام ده بيساوي 1. يبقى الواي، يبقى الاكس تربيع ناقص 2، الكلام ده بيساوي كام؟ 1/y. طب 1/y هنا في -2 هتروح الجنب التاني بموجب 2. تمام. هنا في x أس 3، هنقول x تكعيب بتساوي 1/y زائد 2. هناخد الجذر التكعيبي للطرفين، هنا دي هتروح هنا نحط الجذر التكعيبي. تمام. هل يا باشمهندس الجذر التكعيبي بيأثر على الدومين او الرينج؟ ما بيأثرش. ليه؟ لان الجذر التكعيبي بيقبل السالب وبيقبل الموجب. هنشيل ده ونجيب لها الدومين، طلع معانا في الاخر ايه؟ الجذر التكعيبي 1/y زائد 2. الجذر التكعيبي x بتساوي الجذر التكعيبي 1/y زائد 2. الدومين بتاعها كام؟ r فرق صفر، r فرق صفر، لان 1/0 قيمة غير معينة. تمام. يبقى الدومين بتاعي r فرق الصفر. ده دومين ايه؟ دومين الانفرس. يبقى رينج الدالة الأصلية بكام؟ r فرق الصفر. كلام جميل، كلام معقول. تمام. كده ده الدومين والرينج. نخش على بعد كده على تزايد الدوال والتناقص. تمام. احل الاسئله بتاع التزايد والتناقص ازاي؟ قلنا لك طريقه، لو جبنا واحد في اولى ابتدائي معلش هيحلها. بعمل ايه؟ بجيب الداله بتاعتي اكتبها زي ما هي. هنقول ايه؟ f of x بتساوي 2 زائد 3x تربيع. تمام. احلها ازاي؟ قلنا بنكتب هنا اكس ونعوض مكانها مرة ب1، مرة ب2، مرة ب3. نعمل قوس او سهم عشان نعوض في المعادلة. هنشيل الاكس تربيع ونعوض مكانها بكام؟ ب1. يبقى 2 زائد
3 في 1 ب3 يدينا 5. هنشيل الاتنين، هنشيل الاكس ونحط مكانها 2. 2 زائد، وهنا برضه هيطلع 2 زائد 2 في 2 تربيع ب4 في 3 12. يبقى الكلام ده بيساوي كام؟ 14 زائد 3 في 3 ب9. 9 في 3 ب27. 27 و2 بيساوي 29. دي هنا 3 تربيع عشان محدش يقول جت منين 29. هل 1 2 3 الأرقام دي بتزيد؟ تمام أيوة يا باشمهندس بتزيد. طب 5 14 29 برضه بتزيد؟ أيوة يا باشمهندس بتزيد. طب كده طالما دي بتزيد ودي بتزيد يبقى الدالة إيه؟ تزايدية. يبقى الدالة تزايدية. طبعا مفيش حد في الدنيا ما يعرفش يعمل اللي أنا عملته دلوقتي. تمام. سؤال كمان. f of x الكلام ده بيساوي 2 ناقص x تربيع. تمام. هنكتب اكس، هنعوض بواحد 2 3. طبعا كلنا بنعرف نكتب 1 2 3. تمام. هنعوض مكان الاكس بكام؟ بواحد. 2 ناقص 1 2 ناقص 4 2 ناقص 9 هيساوي 1 هيساوي سالب 2 هيساوي سالب 9 سالب 7. تمام. الرقم هنا بينقص، الرقم هنا بيزيد. طيب هنا ده بيزيد وده بينقص، يعني الاتنين مش زي بعض، يبقى الدالة كده ايه؟ دالة تناقصية. نبدأ في شرح الايفن والاود، الفردي والزوجي. تمام. عندك الاكس تربيع والصفر والواحد والارقام عموما، والاكس اس 4 اكس اس 5 اكس معلش اكس اس 6 او اكس اس 8. اي عدد زوجي ومعاه الاعداد اللي من غير اكس اللي هي 0 1 2 3 الى اخره. عندك دي كلها بنقول عليها ايه؟ ايفن. تمام. طب عندك الاكس اكس اس 3 اكس اس 5 الى اخره، دي اعداد ايه؟ فرديه. بنقول عليها ايه؟ اود او فرديه. يعني يا باشمهندس لو جات لي في الداله الحاجات اللي فوق دي بنقول عليها ايه؟ زوجيه. لو جات لي اللي تحت ده بنقول عليها ايه؟ فرديه. طب يا باشمهندس لو جالي السؤال كده f of x تساوي 3 x زائد، فكك من الارقام اللي بتبقى جنب الاكسات. تمام زائد x تربيع. طب دي زوجيه ودي فرديه. لو جالي في السؤال زوجي زائد فردي لا هيدينا زوجي ولا هيدينا فردي. تمام. يعني مثلا السؤال ده هيبقى ايه؟ نظر even nor odd او not even not odd او ليس زوجيه وليست فرديه. اهم حاجه تكون عارف الاجابه ايه. تمام. طبعا عندك سؤال تاني f of x، الكلام ده في الجمع وفي الطرح، بيساوي ايه؟ بيساوي x تربيع زائد x اس 4. دي زوجيه ودي زوجيه يبقى الاجابه ايه؟ even. تمام. طب 2 زائد x اس 8. احنا قلنا اي عدد زوجي اي عدد اي اكس اس اي اكس اس 8 او اس 6 لاي اي اكس اس زوجي بيدينا زوجي. معلش على اللخبطه. تمام. ده زوجي وده ايه؟ زوجي، يبقى الاجابه ايفن. ده في الجمع والطرح. طب نخش على الضرب والقسمه. عندك مثلا اكس اس 4 على اكس اس 6. من غير ما تفكر مثلا لا تقول لا تعوض باكس، تشيل الاكس وتحط مكانها سالب اكس وتقعد تعوض فوق وتقعد تعوض تحت وتشوف السالب هيطير ولا مش هيطير. من غير ما تفكر اطرح الاسس. ده اس 4 ودي اس 6. هنطرح 6 ناقص 4 هيدينا كام؟ 2. الاتنين ده عدد زوجي ولا عدد فردي؟ عدد زوجي، يبقى الاجابه من غير ما تفكر ايه؟ ايفن. سؤال كمان اكس اس 5 على اكس اس 8. انا مش عارف ده زوجي ولا فردي وبتلخبط وكل شويه بنسى. هطرح الارقام من بعضها. 8 ناقص 5 3 يبقى اكس اس 3. فردي ولا زوجي ده؟ التلاتة دي فردي ولا زوجي؟ فردي او اود. يعني مفيش اسهل واروع من كده، يعني حاجه في منتهى البساطه ومنتهى اللذاذه. تمام. ده الفردي وده الزوجي. هنشرح هنا السيركل اللي هو اف سيركل جي مثلا.
عايز افهم ده، سؤال سهل وسؤال مضمون في الامتحان، وان شاء الله هتجيبه لو ركزت معايا. لو عندك سؤال بيقول لك اف اوف اكس تساوي مثلا، هنقول ايه، اكس تربيع زائد 2 اكس، جي اوف اكس بتساوي جذر التربيعي لاكس زائد الاربعة. نغير اللون عشان تفهم معانا. عايزين ايه؟ عايزين اف سيركل جي. يعني ايه اف سيركل جي؟ اللي عندك في الاخر ايه؟ بكل بساطة اللي عندك في الاخر الجي، هحوط على رقم الجي، تمام، وبعدين هشيل كل اكس في الاف واحط مكانها الرقم ده، هشيل كل اكس واحط مكانها الرقم ده، تمام تمام. يعني ايه؟ يعني هنزل التربيع زي ما هو اهو، واحط قيمة الاكس اهو، التربيع اللي بره. الاكس بكام؟ الجي بكام؟ باكس زائد 4 زائد الاكس بكام؟ الجي بكام معلش؟ بجذر اكس زائد 4. تمام. بعدين ايه؟ خطوات سهلة وثابتة، هنشيل التربيع مع الجذر، كلها اختصارات. هيدينا اكس زائد 4 زائد 2 جذر اكس زائد 4. كلام جميل، كلام معقول، ما اقدرش اقول حاجة عنه، تمام. في حاجة تاني، هو ده فكرة السيركل او التركيب، وكل الافكار كده بنشيل التانية ونحطها مكان كل اكس في الاولى بس. نخش على اخر حاجة عندنا الليميتس، الا وهي النهايات. والنهايات بتنقسم الى نوعين: نهايات عندما الاكس تؤول الى ما لا نهاية، ودي 3 مسائل وهحفظها لك دلوقتي من غير اي حاجة، بصمجها، تمام. وفي نهايات عندما تؤول الى عدد صحيح، 0 1 2 3 4 والى اخره. طيب الاسئله دي حلها ازاي؟ هقول لك دلوقتي. لما تكون تؤول الى ما لا نهايه، هكتب لك 3 مسائل، واتحداك تجيب لي سؤال يطلع اجابه غير اللي هقول لك عليها. هنقول ليميت عندما اكس تؤول الى كام؟ ما لا نهايه. هنقول اكس اس 4 زائد اكس تربيع ناقص 2 على اكس اس 4 زائد 5 اكس اس 3. ده اول واحدة. تاني واحدة برضو نفس الموضوع هنا، هنقول اكس اس 4 زائد اكس تربيع ناقص 2 على اكس اس 3 زائد اكس تربيع. اخر سؤال هنقول اكس اس 3، معلش ارفعها فوق شوية، اكس اس 3 زائد اكس اس 2 على اكس اس 4 زائد اكس تربيع ناقص 2. طيب ازاي هو ده زي ده ولا في اختلاف؟ طبعا في اختلاف. عندك هنا السؤال ده والسؤال ده والسؤال ده، التلات اجابات اللي هقولك عليهم دول مفيش سؤال هيطلع براهم، مفيش اجابه هتطلع براهم، تمام تمام. لو جيت ابص في السؤال ولقيت قص اللي فوق اكبر قص عندك فين؟ فوق. طب وعندي برضو زيه في المقام، لو قص البسط الكبير قد قص المقام الكبير، الاجابه عندك هناخد المعامل على المعامل. يعني ايه المعامل على المعامل؟ يعني لو في هنا 2 ولو في هنا 3، الاجابه عندي هتكون كام؟ 2 على 3 من غير ما تفكر. يعني ايه يا باشمهندس؟ باخد اكبر قص هنا واكبر قص هنا، وببص على اللي قدامهم، اخد ده على ده، تمام تمام. طب لو عندي يا باشمهندس قص البسط اكبر، لو عندي قص البسط اكبر، الاجابه عندك هتكون من غير ما تفكر ما لا نهايه، تمام تمام. طب لو عندي قص المقام اكبر، يبقى الاجابه عندك 0. احفظها كده من غير ما تفكر ومن غير ما تحتار. عندك التلات دول، لو قص البسط قد قص المقام باخد المعامل على المعامل، ولو قص البسط اكبر من قص المقام تبقى الاجابه ما لا نهايه، لو قص البسط اصغر من قص المقام او قص المقام اكبر من قص البسط يبقى الاجابه عندي 0، من غير ما تفكر ومن غير ما تحتار.
تمام تمام. اخر حاجة عندنا الاشتقاق لو رقم عادي مش ما لا نهاية. بحل ده ازاي؟ هقول لك يا باشمهندس، تاني هجيب لك سؤال. عندك هنبدأ بليفل الواحد. تمام تمام. لو عندك ليميت عندما اكس تقول الى 3، احل ده ازاي؟ طب مش لما اشوف المثال. تمام. اكس اس 4 ناقص 81 على اكس اس 3 ناقص 27. طب يا باشمهندس انا عايز احل السؤال ده، والدكتور كان قايل لي احلل فوق واحلل تحت. طب انا لما جيت احلل ما كنتش عارف احلل ازاي. مش عارف ده مربع كامل ولا فرق بين مربعين، ولا تحت هنا في فرق بين مكعبين، محتار مش عارف. ليك عندي طريقتين غير الطريقه اللي انت تعرفها. تمام تمام. في حاجه اسمها نظريه 4. يعني ايه نظريه 4؟ هقول لك دلوقتي. مثلا عندك اكس تربيع ناقص 2 ناقص 4 مثلا على اكس ناقص 2. في تحليل ممكن نحللها. تمام. طب لو ما حللتهاش، في عندك هنا ايه؟ القص ده يكون زي القص ده، يكون زي القص ده. طب هنشيل الأربعة، تنفع نحطها كام؟ 2 أس 2. يبقى القص ده زي القص ده، والقص اللي هنا برضو واحد زي القص اللي هنا برضو واحد. تمام تمام. ويكون الرقم ده زي الرقم ده، ويكون الرقم ده زي الرقم ده، وتكون الإشارة دي زي الإشارة دي. يعني ايه الكلام ده؟ عشان كده سميناها اسمها نظرية 4. القص زي القص والرقم زي الرقم وكل حاجة زي كل حاجة. بنحلها ازاي؟ طب هنا في السؤال بتاعنا هنقول اكس اس 4، اكس اس 4 ناقص ال 81 دي ممكن نحطها كام؟ 3 اس 4 على اكس اس 3، وال 27 دي ممكن نشيلها ونحط كام؟ 3 اس 3. بنحلها ازاي؟ بناخد القص اللي فوق على القص اللي تحت، 4 على 3 في الرقم اللي عندي كام؟ ده 3، وقص البسط ناقص قص المقام. قص البسط 4 ناقص قص المقام 3، 4 ناقص 3 يدينا 1 في 3 أس 1. 3 هتروح مع التلاتة، يبقى الناتج في الآخر عندنا كام؟ 4. طب دي الطريقة دي مش فاهمها أوي، خد الخلاصة. إكس أس 4 ناقص 81 على إكس أس 3 ناقص 27. تعرف تشتق يا باشمهندس؟ بعرف أشتق يا باشمهندس. أشتق اللي فوق وأشتق اللي تحت واسم اللي فوق على اللي تحت. إكس أس 4 نشتقها يدينا إيه؟ 4 إكس أس 3 على اشتق اللي تحت، ده طبعا ده شقاق بصفر وده شقاق بصفر، على 3 اكس تربيع. هنقعد مكان الاكس بتلاتة هيدينا 4 في 3 أس 3 على 3 في 3 أس 2. هتختصر على الآلة دي مع دي هتروح مع دي هيدينا الناتج 4. أسهل من الطريقة الأولى طبعا 100 مرة. والطريقة دي اسمها لوبيتال، وشرحتها لك في الفيديو الأول لو عايز تخش تسمعه. تمام. مثال كمان عشان اثبت المعلومة. تمام. اكس عندما او ليميت عندما اكس تؤول الى 2، هنقول اكس تربيع ناقص 4 على اكس ناقص 2. او عشان نصعب السؤال شوية هنقول اكس تكعيب ناقص 8. احل السؤال ده ازاي؟ لو جيت اعوض باتنين هيدينا 2 اس 2 4، 4 ناقص 4 صفر، وهنا 2 اس 3 8، 8 ناقص 8 صفر. طب احل السؤال ده ازاي؟ احلل فوق واحلل تحت، واعمل اللي تحت ده افكه واعمل ربع، غير اضرب ربع، ونحسب ونختصر فوق مع تحت، واخد نص ساعة في السؤال، الاقي الوقت الامتحان بتاعي خلص. طبعا دي طريقة احلى اسمها ايه؟ اسمها لوبيتال. الباشمهندس شرحها لي. اسمها بنحلها ازاي لوبيتال؟ بناخد اللي فوق ونشتقه. اشتقاق الاكس تربيع 2 اكس، اشتقاق الاكس تكعيب 3 اكس تربيع. اعوض مكان الاكس باتنين، 2 في 2 باربعة على 3 في 2 تربيع باربعة برضو، 4 مع الأربعة هيدينا السؤال إجابة 1 على 3. وخلص السؤال بتاعنا، وبالسؤال ده يكون خلص الفيديو معاك. مراجعة كالكلاس
اعدادي هندسة. ويا رب تكون استفدت معانا، ونشكرك على حسن الاستماع، ولا تنسانا في دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.